السلام عليكم. يا مساء الخير. تعالوا كده اعمل معاكم النهارده صينيه مكرونه بالبشاميل بطريقه امهاتنا كده، وبدون اي افتكاسات ولا حاجات زياده. وكمان هعملها بالكبده، يعني طعم كده مختلف شويه عن بقى الفراخ واللحمه وكده. فانا اول حاجه جهزت كده حلتين، حله فيها ميه سخنه تغلي، حطيت فيها معلقه كبيره ملح وحطيت شويه زيت. سبت المية تغلي وبعدين ضفت فيها كمية المكرونة اللي أنا محتاجاها. في الحلة التانية فأنا حطيت حوالي 4 معالق سمنة، حط عليهم 4 معالق دقيق، وهقلبهم لحد الدقيق بتاعي ما ياخد لون ذهبي خفيف، يعني تحس كده يطلع له ريحة. تمام، تحسه كأنه استوى. فكده تقليبة كده على الخفيف حوالي مدة دقيقة، وبعدين هنزل بقى باللبن. ده ال4 معالق سمنة، 4 معالق دقيق، عليهم لتر حليب. أنا طبعا كل ده على نار هادية جدا، بقلب تقليب مستمر لحد ما هيبدأ القوام يتقل شوية، وفي نفس الوقت ايدي كده في المكرونة، يعني بديها تقليبة كل شوية كده. البشاميل بدأ يتقل. لو في اللحظة دي انت قلبتي لقيتي تقيل شوية، عادي ممكن تضيفي كوباية شوربة تخففيه شوية. بعدين انا ضفت بقى اخر حاجة ملح البشاميل، معلقة ملح، رشة ملح ورشة فلفل أسمر صغيرة. شوف أنا عايزة القوام كده، لأن هو أصلا لما هيبرد هيتقل كمان شوية، فكده تمام. وهنا كانت المكرونة اختبرتها كانت اتسلقت، فأنا أخدتها صفيتها وسبتها على جنب. كده البشاميل جاهز والمكرونة جاهزة. يلا هعمل الحشوة بقى. طاسة كده حطيت فيها شوية زيت. أول الزيت ما سخن هنزل بالكبدة. الكبدة أنا متبلاها بليمونة وشوية خل بس. بعدين ضفتها على الزيت السخن، اخدت تشويحة حلوة كده. وبعدين كنت مقطعة بصلاية ومقطعة فلفل الوان. بعد ما اخدت التشويحة هنزل عليها بالبصل والفلفل. بعدين انا هتبل بقى، هحط رشة كمون ورشة كاري ورشة بابريكا. بس دي البهارات اللي انا هضيفها. هقلب تقليبة كده، وبعدين انا هسيبها مدة دقيقة بس تستوي، مش اكتر. غطيها واسيبها دقيقة كده وارجع لها تاني. هي كده تمام زي الفل. هنا بقى هملحها دلوقتي. رشة ملح كده بسيطة وشوية فلفل اسود، وكده خلاص تمام. يلا بقى ارص المكرونة. الصينية اللي انا هسوي فيها هحط كده اول حاجة شوية بشاميل، اوزعهم كده في الارضية. وهنا هضيف نص كمية المكرونة. هحط عليهم كده كمان شوية بشاميل ويهديهم تقليبة، وبعدين هنكمل بقى نشوف هنعمل ايه. الموضوع سهل جدا، يعني لو انت واقفة كده تعملي مش هتكمل نص ساعة تكون المكرونة في الفرن. حطيت شوية بشاميل كده على المكرونة وسويتها، دي اول طبقة. هنا بقى هضيف الكبدة. هوزعها برضو كده، هفردها على المكرونة. هحط كمان شوية بشاميل على الكبدة كده عشان المكرونة اللي انا هحطها فوق. هضيف بقى بقية المكرونة اللي عندي، هضغط عليها كده ضغطة بالمعلقة كده اسويها، وهبدأ انزل بقى بباقي البشاميل.
انا هغطي الوش كله. كده سمك البشاميل كويس، انا مش بحبه يكون اتقل من كده عشان يدخل كده في المكرونة، ويكون طعمه ألذ يعني، ميكونش على الوش بس. الفرن بتاعي سخن، فرن نار متوسطة، هدخلها على الرف الأولاني. أول ما تبدأ تاخد لون من الجوانب كده وتطلع الفقاعات دي، يعني هي بس هتتحمر بقى من على الوش، تاخد اللون التحفة ده، وكده تبقى المكرونة جاهزة. أتمنى يكون الفيديو كان خفيف وإن شاء الله تستنونا في وصفات تانية، وتشتركوا في القناة، ولو الفيديو عجبكم دوسوا لايك، والسلام عليكم.